vous entendre et heureux de pouvoir vous retrouver même si c'est uniquement par téléphone. السلام عليكم ورحمة الله. تصريح خطير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل اللقاء المرتقب بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. ووزيرة الرياضة الفرنسية تتقدم ببلاغ للفيفا ضد منتخب المغرب للسيدات. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت واثق من قدرة لبؤات الأطلس على سحق المنتخب الفرنسي والتأهل لدور الثمانية، فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بتصريحات منذ قليل على هامش كلمته للشعب الفرنسي بمناسبة العيد القومي. وقال ماكرون: نحن كفرنسا دائما في المقدمة في كل الرياضات على المستوى الرجالي والنسائي، فكلنا ننتظر المواجهة المرتقبة والقوية بين فرنسا والمغرب، وأنا ليس لدي أدنى شك في قدرتنا على الفوز بنتيجة كبيرة كما فعلها المنتخب الألماني وسحق المنتخب المغربي. فيما تقدمت وزيرة الرياضة الفرنسية بشكوى للفيفا ضد اللاعبة المغربية نهيلة بنزيما كونها ترتدي الحجاب. وحسب شكوى الوزيرة الفرنسية فإن الفيفا لا تسمح بارتداء الحجاب في المباريات الدولية. فيما دخل على الخط أسطورة الكرة الجزائرية علي بن شيخ وأدلى بتصريحات عبر قناة الهداف الجزائرية، وقال: المنتخب المغربي أفضل منتخب في كأس العالم حتى الآن، فقد هزم المرشح الأقوى للبطولة وهو المنتخب الكولومبي، وتفوق على المنتخب الكوري، واستطاع أن يتأهل من دور المجموعات على حساب كبير أوروبا المنتخب الألماني، فأصبح منتخب مخيف وهو الحصان الأسود لهذه البطولة حتى الآن. والمباراة القادمة أمام المنتخب الفرنسي، والذي يكره الخسارة أمام العرب، وهم كارهون للعرب في كل المجالات. وفي النهاية، إذا كنت واثق من قدرة لبؤات الأطلس على سحق المنتخب الفرنسي والتأهل بكل جدارة لدور الثمانية، فيرجى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.